مواقف كتيرة حصلت بعد تتويج النادي الأهلي لبطولة الدوري العام. حابب أقول لكم موقف يمكن كتير منكم ما شافوش. وائل جمعة وعلى الهوا بكى. وائل جمعة الصخرة الصلب اللي عمرك ما شفت دمعة في عينه بكى بعد تتويج النادي الأهلي، بكى لأول مرة في حياته على الهوا. إنما الحقيقة في لقطة هتعيش معانا تعيش كتير كتير كتير. لقطة فرحة بدلاء النادي الأهلي على دكة الاحتياطي بالهدف السادس للنادي الأهلي في مرمى فاركو في الدقيقة 94. لما تبقى كسبان 5-0 وتجيب الجول السادس، الفرحة بين كل الناس بقى قليلة قوي. خلاص 5-0 تفرق ايه عن 6-0؟ لدرجة ان الجمهور ساعات ما بيبقاش مهتم بالجول السادس والتسقيف خفيف، واللي حاطط رجل على رجل ما بينزلش رجله. طب ايه اللي خلى الفرحة المرة دي عجيبة؟ فرحة ده محمد الشناوي كابتن الاهلي الوقور جدا قام وطار من الفرحة ونزل الملعب. واو في ايه؟ الفرحة يا جماعة بتعرفكم الروح الحلوة بين لاعبي النادي الاهلي. الفرحة بتعرفكم ليه الاهلي متفوق، ليه الاهلي في مكان لوحده بعيد عن كل الناس، بعيد عن الاندية التانية اللي بتنافسه. الهدف السادس سجله امام عاشور بهدية من الشحات. الهدف ده خلى امام هداف الدوري. فرحة طاغية ان زميلهم هياخد لقب اسمه هداف الدوري. امام نفسه في امبارح على الهوا مع ابراهيم فايق ان الجول ده اغلى جول في حياته عشان فرحة زملائه بيه. الله اكبر. امام خد هداف الدوري برصيد 13 جول. عشان ما ننساش اول جول السنة دي من ال13 جابه في سموحة باسيست مفيش اجمل من كده من حسين الشحات برجله الشمال، حط امام امام المرمى انفراد تام، رقص الجول وحطها في الجول الفاضي. الشحات امام في الجول الفاضي. اخر جول جابه امام اللي هو ال13 الجول نمرة 6 في مرمى فاركو، اسيست حسين الشحات بالكعب وبرضه امام حطه في الجول الفاضي. نادي الزمالك اكتر نادي في تاريخ الفيفا تعرض للايقاف عن القيد، اكتر نادي في تاريخ الفيفا تعرض لشكاوي من مدربين ولاعبين وانديه واداريين. كره القدم، كره سله، كره يد، كره طائره، شيء لا يصدق. نادي فاشل اداريا لاقصى درجه، وتلاقي اغبياء يتكلموا عن الحكام ويتكلموا عن الاعلام ويتكلموا عن اتحاد الكوره ويتكلموا عن الرابطه ويتكلموا عن لجنه المسابقات ويتكلموا. طب ما تشوفوا الفشل اللي انتوا فيه. هو الدوله مسؤوله عن الفشل بتاعكم ده؟ الدوله مسؤوله عن النصب اللي انتوا عمالين تنصبوه على الناس والقرارات والعقوبات اللي بتجيلكم بالفيفا. انتوا لو الجهات المحليه زي اتحاد الكوره ورابطه الانديه تعاقبكم بنفس العقوبات اللي الفيفا بتعاقبكم فيها، كان الزمالك نزل درجه رابعه. انما الزمالك لا يعاقب محليا، الزمالك يعاقب فقط عالميا وقاريا، لا يعاقب ابدا محليا على الاطلاق، لا يعاقب محليا. ولما بيعاقب محليا بغرامات ما بيدفعهاش، وكلكم عارفين كده. لسه الاتحاد الافريقي لكرة اليد معاقب الزمالك ب$20,000، ولو ما دفعش مش هيلعب في اي بطولة اولها سوبر جلوب بطولة العالم، لازم يدفع. انما في مصر ما بيدفعش. والجديد والجميل بقى الزمالك اللي عامل رباطية مع بيراميدز ومموت نفسه عشان يدعم بيراميدز ياخد الدوري من الاهلي، وخد على قفاهم الاثنين، خدوا قفاهم. الزمالك من ورا بيراميدز، خدوا بالكم بقى، من ورا بيراميدز بيلف لانهم عندهم نهائي كاس يوم 5 يونيو. الزمالك عمل ايه؟ راح من وراهم وطلب من وزارة الشباب والرياضة، طلب منه الساعة الكاملة لاستاد القاهرة يوم 5 يونيو في ماتش نهائي كاس. عايز ان جمهوره هو اللي يملى المدرجات ويبقى ليه تأثير ضخم جدا على الحكم المصري، والزمالك متمسك بحكم مصري لنهائي الكاس، ورافض تماما ان بيراميدز يطلب حكام اجانب. شفت تصريحات لمحمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك في بودكاست اعتقد مع ميدو، واللعيب الجماهيري اللي زي شيكابالا في وسط جمهور الزمالك لعيب مؤثر. لما شيكابالا يقول لك هو ليه نادي واحد بس اللي يتساند ويتساعد واحنا لا؟ يعني احنا بيحصل معانا كذا وشوفوا الناحية التانية بيعملوا لهم ايه. انا عايز بس اقول حاجة، مين بيعمل ايه للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي بيشتغل في نفس المناخ اللي الزمالك بيشتغل فيه، بل انه نادي الزمالك بيجد من المساعدات والدعم والقروض
والتفاصيل الكتيرة قوي اللي الاهلي ما بيلاقيهاش. الزمالك بيمنح الرخصة حتى وهو مديون باعتراف مسؤولين، وده ما بيحصلش مع اي حد. الزمالك بيتفتح له قيد في فترات اساسا بيبقى عليه فلوس كتيرة، وفي قرار من اتحاد الكورة مش هتسجل الا لما تدفع الفلوس اللي عليك. الزمالك بالتليفون بيسجل. فلو في حد يا شيكابالا بياخد دعم ومساندة وتسهيلات وتيسيرات فهو نادي الزمالك، لا النادي الاهلي ولا حتى النادي التاني زي ما انت حابب تقول. يتساعد عشان يديله فلوس يعني؟ طيب فلوس الاهلي مصدرها ثابت ومعلن وفي الميزانية موجود. احنا للاسف مضطرين ان احنا نضيع وقتنا في حاجات هايفة مع ناس هايفة جدا في كلام ملوش اي 60 لازمة. كل شوية الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ انت مالك؟ ما انا قلت لكم بره من البنك يا بني ادم انت وهو. يعني بيجيبها منين؟ ثانيا دي حساباته ودي ارصدته ودي عوايده ودي ارقامه ودي استثماراته. انما لما شيكابالا يقول لك ما هي تساعدونا يا نقفل النادي احسن. طب تقفل النادي ليه؟ قال لك نلعب خماسي وننبسط وخلاص، ما دام هو نادي واحد بس اللي لازم ياخد بطولات. طب هو يعني مين خرجك من الكونفدراليه؟ انت كنت قاب قوسين او ادنى، ده انت طلعت من قدام فرقه اسمها ستايلن بوش، اول مره حد يسمع عليها من جنوب افريقيا. ما اعتقدش حد يتدخل عشان يخرجك من الكونفدراليه بالشكل ده. انت خسرت ماتشات في الدوري ملهاش اي لازمه، وقدمت نفسك على طبق من ذهب وفضه لبيراميدز. طب الاهلي دفع هذه الفلوس واشترى هؤلاء اللاعبين، انت الفلوس اللي اتدفعت دي جت منين؟ اتحدى حد يطلع يقول مصدر فلوس الزمالك في تسديد هذه الغرامات، واتمنى ان ده يتقال زي ما الاهلي بيعلن ميزانيته وموقفه المالي.